السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع حلقة جديدة في مايند كاست. وزي ما عملنا في آخر حلقة وجبنا صاحب بيزنس معين، النهاردة معانا بيزنس مختلف تماما. وهو مش بيزنس بمعنى البيزنس، هو فيه إنسانيات أكتر. معانا النهاردة طبيب الأسنان دكتور محمد يحيى، اللي بعتز جدا بصداقته ومعرفته من فترة كبيرة جدا. وهو واحد من أشطر الأطباء الأسنان اللي أنا عاصرتهم في حياتي. وحابب النهاردة أتكلم مع حضرتك عن العقلية في مجال طب الأسنان. وبس قبل ما اتكلم مع حضرتك في مجال طب الاسنان، حابب ارحب بيك الاول. حبيبي يا باشمهندس، انا سعيد جدا ان انا معاك، وانا بعتبرك بارتنر شريك معانا، واحنا بنشتغل مع بعض من زمان. وانا سعيد جدا جدا دايما بوجودي معاك يعني. ربنا يبارك حقيقي. حضرتك، انا سعد والله. حبيبي يا باشمهندس. بدايه احنا بناخد بقى الموضوع من السلمه الاولى. دكتور محمد يحيى، مين، نشأته كانت عامله ازاي، وليه راح لمجال طب الاسنان، وهكذا. بنحاول نربط شويه النشأة بالعقليه بالانسان، يعني وصل له بعد كده في حياته. اولا انا دكتور سنين دفعه 2002 جامعه القاهره بكالوريوس. كنا جيل ثانويه عامه 97. النشأة يعني احنا اصلا اسره بسيطه كده من شارع فاروق. حلو. ولينا اصول ريفيه من الاباء والعائله يعني. وحياتنا كانت بسيطة جدا يعني. بالنسبة لطب أسنان كان عندي باشون، كان عندي حماس ليها. كنت يعني بتطلع ليها، وكانت دي رغبة عندي. يمكن على أجيالنا وعلى أيامنا ما كانش طبيب الأسنان أو مهنة طب الأسنان ما كانتش ليها الاهتمام والقيمة زي دلوقتي. مم. أنا بكلم حضرتك من 25 سنة تقريبا يعني. فما كانتش المهنة اللي الناس دايما بتتطلع ليها يعني. بس كان عندي تجربة عائلية. يعني أحد أفراد العائلة كنا بنروح نزوره أنا ووالدي. كانت عيادته في المهندسين، فكانت عيادة لطيفة جميلة. كنت أدخل مع والدي نروح نزوره، نلاقي هو صورته وهو بيعالج الشيخ رحمة الله الشيخ محمد متولي الشعراوي. ما شاء الله. فكانت من الحاجات اللي كانت يعني إيه بتلفت الانتباه كده يعني. ف... فدي كانت عامله لي زي حماس او حافز. باشون ان انا يعني اروح للمكان ده يعني. وسعيد جدا طبعا الحمد لله يعني. تمام. هل مجال طب الأسنان مجموع الثانوية العامة اللي راح اللي وداك له، ولا خالص الحافز ده والحماس ده؟ خالص. انا اصلا لما كنا اولا احنا يمكن الاجيال بتاعتنا ما اعرفش الاجيال دي التنسيق الثانويه العامه بيختلف. احنا كنا بنجيب طوابع. وكان عندنا في الاسره والدي كان ليه تطلع. امم. الله يرحمه رحمه الله عليه يعني. الله يرحمه. والدتي كانت لها تطلع. فانا قررت يعني ايه ان انا اخد بعضي واجيب الطوابع واجيب الاستماره واروح اعملها لوحدي. حضرتك ليك لانه تطلع تاني خالص. انا رحت عملتها لوحدي لوحدي تماما يعني. يعني انا افتكر التوقيت ده. ولان كنت مصر عليها كنت عايزها يعني. بس والدي كان عايزني اروح في مكان تاني خالص، والدتي نفس الكلام. امم. فاهمني، مهما بقى كانوا بيتكلموا معايا بس انا في الاخر كنت يعني كنت حابب المكان ده. واول رغبه كتبتها كانت طب الاسنان جامعه القاهره. كان على زماننا برضو كنا 6 كليات طب اسنان. طبعا ما شاء حاليا الله. اكتر من 60 70 كليه تقريبا يعني. امم. فالوضع مختلف يعني. فانا كنت يعني على الرغم ان احنا مش شرقيه مفيش طب اسنان جامعه الزقازيق. كان أقرب حاجة إسماعيلية وقتها ولا؟ كان اسماعيليه المنصوره. امم. بس طبعا انت لما بتتطلع او انت لما بتفكر ما انت كده كده هتبقى مغترب. طب ما تروح بقى القصر العيني او عين القاهرة شمس أحسن. مثلا. امم. فكانت اول رغبه القصر العيني، تاني رغبه عين شمس. امم. والحمد لله يعني كانت ايام لطيفه جدا. الواحد بيبقى سعيد جدا لما بيفتكرها يعني. حقيقي. يعني حضرتك كده اخترت إنك تكون في المجال ده. كان عندي الباشون ده بصراحه. ودي حاجة برضو على فكرة، دي من المؤثرات العقلية، طبعا انك تكون صاحب قرار وحضرتك طبعا صاحب الاختيار. طبعا مش طبعا. حد، يعني احنا دايما بنقول ان في جزء كبير جدا من تشكيل العقلية هو اختيار الاباء لينا. طبعا. لكن برغم كده حضرتك كان عندك القرار وعندك الاختيار. بص هم مش كانوا ضاغطين عليه، بس زي ما قلت حضرتك على اجيالنا. انا بكلم حضرتك 97 يعني بتتكلم 30 سنه. امم. كان يعني مثلا كان ممكن حد من العائله مثلا مقرب خيال عام ما تخش ياخده. طب، ما تخش هندسة، ما هو تخش هو مش اللي عارف ايه، على هو حسب بقى. يعني كان دايما يقول لك هو في حد بيعالج سنانه. يعني اللي بيعالج سنانه هو في حد بيهتم فعلا بسنانه. ثقافة المصريين كانت مختلفة في الوقت ثقافة ده. مختلفة. وبرضه في مؤثرات تانية. يمكن زمان كانت برضه مشاكل الأسنان وأمراض الأسنان مش منتشرة، لأن اختلاف التغذية، اختلاف طبيعة الحياة، الحاجات دي بتأثر في المجتمع بالوقت يعني. لكن بقى الزخم بتاع طب الأسنان امم. والاهتمام الناس بطب الأسنان دلوقتي حاجة غير زمان خالص.
ايوه دي يعني حقيقة. هي مختلفه تماما. يعني كان ممكن حد مثلا، ان حتى ما كانش دكتور السنان منتشر، امم. ما تلاقيش عيادات كتير. لكن دلوقتي مثلا انت ممكن بين كل عياده وعياده في عيادتين. ده دي حقيقي حقيقة، دي والله، حقيقة، دي يعني حقيقة. الاعداد كبيره جدا عن زمان يعني. فده برضو من الحاجات اللي كانت برضو عليها علامات استفهام. فكان الناس دايما في اجيالنا يا تخش طب بشري يا تخش صيدله، لو امم. انت عايز القطاع الطبي يعني. امم. فكره اختيار طب الاسنان دي كانت فكره بعيده جدا يعني، حقيقي يعني. بس انا كنت مصر عليها. بس هم كانوا بينصحوني. بس في الاخر يعني احنا حتى كمان انا عملت كده مع ابني، هو ايوه. دخل اسنان برضه. تمام. فانت في الاخر بتنصح، وفي الاخر لو هو بقى قراره كده وعنده الباشون ده فخلاص. ايوه. طب فاهمني؟ كويس ان حضرتك كان عندك الباشن ده علشان اه. نتشرف بيك حبيبي يا كدكتور سنان لينا باشمهندس، يعني. حبيبي حبيبي. الله يخليك. بعد التخرج بقى عملنا ايه؟ بعد التخرج بقى عارف يعني هارد تايم، تاف تايمز، يعني ايام صعبه جدا. وهي دي يمكن من عيوب المهنه. وبرضه دايما يعني انا ما بحبش مقارنه الاجيال، امم. كل جيل وليه طريقته. بس احنا اجيالنا كانت اجيال صعبه شويه، ظروف الوصول للتعليم اصعب. مش زي دلوقتي. حتى طريقه الدراسه، يمكن احنا لما كنا مثلا في الجامعه كنا بنجيب كتب بقى ترجمه. دلوقتي بقى في حاجه اسمها جوجل ترانسليت، انت مش امم. محتاج بقى المجلد شات جي بي اللي تي كمان. بالظبط كده يعني. وكل حاجه طبعا يعني اي اي بقى وكل حاجه يعني. فكانت ايام صعبه، وكنا بنضطر ان احنا ننزل بقى عيادات كتير ومراكز، ونشوف بقى الاطباء اللي احنا بيعلمونا طبعا، اساتذتنا طبعا اصحاب الفضل دايما بعد ربنا يعني. فكنت بشتغل في اكتر من عياده، وده طبيعي. ممكن في مثلا كنت برضو بنزل عيادات في القاهره مثلا، تدريب تعليم. بعد مثلا 3 سنين من التخرج بدأت بقى الماجستير بتاعي برضو جامعة القاهرة. كانت أيام صعبة طبعا، كان الوقت دايما مضغوط، وكان في سعي كتير طبعا. خلينا نقف على حتة التدريب في العيادات. حضرتك خرجت هنا من كنف والدك والتعليم، وان انا والدي بيصرف عليا، وان احنا بنسميها كده، انا بسميها يعني مرحلة رفاهية. ان طبعا. طول ما انت في بيت والدك انت اه. ده في مرحلة الرفاهية. برنس. اه برنس. يا برنس ريت طبعا. نرجع تاني. خرجت بقى لمرحلة، هو بقى هنا العقلية بقى، طبعا. ان انا محتاج ان انا اتدرب واشتغل. طبعا. طبعا. اكيد طبعا. العقلية دي بيبقى عقلية الشغل غير عقلية الطالب خالص. طبعا. فيما طبعا. بقى اللي بيواجهك طبعا. بالضغوطات طبعا. واسلوب الدكتور معاك اللي بيدربك طبعا. والشدة وغير، طبعا. ازاي اتعاملت كواحد؟ طبعا احنا متفوق دراسيا، فبنسبة كبيرة كنت بتقعد في البيت كتير، صح كده؟ في الجامعة كنا طبعا بنروح نقضي وقت في الدراسة في الكلية، وبنقضي وقت في البيت بنذاكر وبنتعلم. ولغاية دلوقتي بنتعلم طبعا، بنذاكر امم. وبنتعلم لغاية دلوقتي. اتعاملت ازاي بقى مع الضغوطات؟ اكيد طبعا لسه بقى في اول مرحله في حياتي، ودي احنا بنوجهها مم. للدكاتره مم. الصغيرين، مم. اللي هو بيبقى لسه طالع مم. وشايف ان هو عنده الدنيا، وبعد كده يروح مم. تصدم بقى بالواقع، ويلاقي دكتور كبير، انت مم. بتعمل كذا غلط، اعمل كذا، ما تعملش كذا، انت تعالى بدري، ما تجيش بدري، مم. اتكلم مع المريض بالطريقه الفلانيه. فاحنا دي بنربطها عندنا احنا في البيزنس شويه مع عقليه الموظفين مم. بالنسبه لصاحب العمل، لكن احنا هنربطها هنا مع عقليه الدكتور الصغير مع اللي لسه متخرج مع مم. صاحب العمل اللي هو الدكتور الكبير. شوف هو طبعا يعني دي من النقط المهمة جدا واللي بتأثر في حياة الطبيب. دايما أنا بيبقى عندي كده وجهة نظر، يعني إن الدكتور هو ميكس 3 حاجات. 3 حاجات كده بيتضربوا مع بعض يعني. ما ينفعش تقول حاجة حتى أهم من حاجة، أو حاجة تستغنى عن حاجة. الصحة والتعليم والضمير، لازم ال3 ده ميكس. ما ينفعش حتى تقول مثلا ايه ده التعليم اهم او الضمير اهم. حتى لو الضمير مهم جدا، حتى لو انت دكتور عندك اخلاق عاليه وضميرك كويس جدا، ولكن ما عندكش العلم الكافي مش هينفع. صحتك بدخولك مش هينفع برضه. فاحنا كنا طبعا اساتذتنا او الدكاتره الاكبر مننا كان دايما العلاقه بتبقى قائمه على الاحترام. وكان بيبقى النظره ان الناس دي في الادوار غير في مكان هم شايفين اللي انت لسه مش شايفه. وانا حتى دايما دلوقتي لما ساعات الكراسي بقى والمواقف بتتبدل، احيانا بقول الكلام ده. في فرق بين واحد واقف في الدور الثاني وواحد واقف في الدور ال20. مساحه الرؤية الرؤيه مختلفة. مختلفه تماما. بالظبط. ولكن طبعا في طبعا انا عن نفسي انا كنت دايما بحترم اساتذتي والى وقتنا هذا.
وعلاقتي بيهم عمري ما كان عندي علاقه سيئه ابدا، يعني دايما بيبقى في احترام كبير جدا. يمكن برضو التربيه والاسره من النشأه دي طبعا ليها دور يعني، بس الامثله دي موجوده نركز برضو. قوي في الحته دي، التربيه والاسره والنشأة، عشان طبعا احنا طبعا. جبناها قبل كده في حلقه. جبنا خبير تربيه عشان يتكلم على الموضوع ده، تشكيل طبعا العقليه طبعا. جزء مهم منه التربيه. بس احنا برضو خلي بالك، انا بكلمك من زمن، انا عارف ان الزمن ده اختلف كتير يعني. يعني احنا كان المجتمع بيربينا، اساتذتنا في المدرسه كانوا بيربونا، كان المدرسه لها دور مختلف تماما عن دلوقتي. صحيح. مش بس الاب والام والاسره، الجار، علاقتك بجيرانك، الاهل، الاقارب. يمكن الامور دي بقت مزد شويه كده ومفقوده كده، ودورها اتسطح شويه صحيح. في الزمن اللي احنا فيه يعني. المهم يعني، بس دايما مقارنه الاجيال دي زي ما بقول لك هي مقارنه خاطئه تماما، ظالمه. ظالمه. كل جيل طبعا وليه ظروفه يعني. انا بالنسبه لي كنت بجتهد دايما وبروح اتدرب مع الاساتذه، كنت بتدرب في اكتر من عياده مع اساتذه عندنا في الجامعه، كنت ببقى فخور وحاسس ببص لهم بصه كبيره دايما، بحاول اتعلم حتى من طريقه كلامهم. مم. يعني طريقه حتى الكلام، مش بس حصل المهنه او كلاش ما العلم. بينك وما بين اي حد قبل كده؟ عمري مع حد من اساتذتي اطلاقا. حتى لما كان يحصل موقف انا مش بقول عليه تجاوز ابدا، يعني الاستاذ بتاعك يعنفك، امم. كنت بقبل التعنيف ده. حتى حاليا وانا بمتحن الدكتوراه بتاعتي، يعني حصل موقف برضو، كان ظروف وكان عندي امتحان، والاستاذ دخل الامتحان وقال لي انا اسف انت مش هتحضر، وانا خرجت من اللجنه، ويمكن كل زمايلي خرجوا معايا. انت متخيل الموقف؟ بس انا رحت له وانا اعتذرت له اصلا، لان كان عندي في تقصير شويه في الحضور. فالمهم يعني ده عمره ما حصل ابدا ابدا، خالص 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 خالص، لان احنا برضو دي كانت نشأة حتى لان واحنا حضرتك طلبه مش في كنت مهم، المدرسه. يعني ده برضو من العقليه ان حضرتك ما بتشخصنش الامور. لا خالص الامور خالص مش خالص. شخصيه، هو اكيد يعني مش مستقصدني. بالظبط، ده دي بقى دي نغمه سيئه جدا، نغمه بجد. بتلاقي الناس بتحاول تواجه عدم النجاح دايما يعني بان ده مستقصدني، اصل ده مش انا مش عاجبه، لا خالص، ليه يعني؟ فاهمني؟ ففي المجمل يعني وفي العموم هو احترامك طبعا للدكاتره اللي انت كنت بتتدرب معاهم، ده كان شيء اساسي يعني. تمام. بعد كده حضرتك ابتديت تحضر الماجستير؟ بدأت ماجستير 2005 وخلصته في 2010، وكان جامعة القاهرة تركيبات برضو. وبعدين في الخمس بقى سنين دول حضرتك كنت بتعمل ايه غير الماجستير؟ بشتغل، كنت بشتغل وعندي أسرة وعندي أولاد، وكانت الحياة في ضف هنا في صعبة كل جدا. ده هنا في مصر؟ طبعا كانت حياة صعبة جدا جدا جدا. كنت بصحى الصبح، بصحى بصلي الفجر وانزل اروح الجامعة، وطبعا عشان طريق الجامعة من عندي بقى العاشر والزحمة، فتنزل بدري شوية عشان تلحق تروح والمحاضرات وتخلص وترجع بعد كده على عيادتك عشان تقضي يومك بقى وشغلك عشان المسؤوليات. كان اول عياده حضرتك عملتها امتى؟ اول عياده عملتها برضو احنا الاجيال مختلفه برضو ما بنصحش الاجيال دلوقتي يعملوا كده يعني. اول عياده عملتها كانت 2003 بعد التخرج بسنه، كان كنت اسمها طه شعبيه. تقصد مستعجل؟ مستعجل وبرضو ارجع تاني اقول لك كانت عدد العيادات قليل. طب الاسنان اصلا، طب الاسنان ما كانش زي دلوقتي. طب الاسنان كان سيمبل جدا جدا، ما كانش فيه التطور الكبير. هو دكتور سنان بيعمل اللي كل حصل. حاجه. دي واحده. الخدمات المقدمه اصلا خدمات بسيطه، ايوه. لكن الخدمات دلوقتي اختلفت، وده باختلاف اصلا لما تبص على رتم الحياه. يعني لما تبص على رتم الحياه زمان احنا كنا بنستعمل الموبايل العادي او التليفون الارضي، ما كانش حد يتخيل ان ممكن الموبايل يقدر مثلا يستخدم جهاز الموبايل عشان يبعت ايميلز او يبعت رسائل او صح. فالحياه طبعا تطور التكنولوجيا، تطور الحياه ده بينعكس على كل حاجه. حلو جدا. فاهمني؟ انا بلاحظ فعلا ان الجيل الحالي بيستعجل جدا. انا اعرف ناس يعني لسه متخرجين، بيكون لسه متخرج ويروح يعمل عياده، او متخرج بقاله سنه سنتين يروح يعمل عياده. فحضرتك لما عملت الكلام ده برغم ان السوق كان محتاج وقتها العيادات، برغم كده حضرتك بتقول انا ما انصحش ان حد يعمل كده. لا ما انصحش خالص خالص. ليه؟ ايه المشاكل بقى اللي واجهتها؟ مش مساله مشاكل، بس زي ما قلت لحضرتك الحياه زمان
المهنه نفسها كانت مهنه بسيطه، مهنه بسيطه. كانت مهنه بسيطه. احنا الخدمات اللي كنا بنقدمها خدمات بسيطه اذا ما قارنت بالخدمات دلوقتي، لان الحياه بتتطور جدا. فاهمني؟ فده التطور ده انعكس على المقدمه الخدمه الطبيه والخدمات اللي بتتقدم نفسها. نوعيه الكواليتي بتاعت الخدمه مختلفه تماما. يعني زمان كنا في مثلا نعمل للناس تركيبات متحركه مثلا، يعني الحاجات دي ما عادش موجوده دلوقتي. كانت حاجه سيمبل، دلوقتي بقى تعمل زراعه، وبعدين بعد تعمل زراعه تركب بقى فوق الزراعه، سواء بقى بطرق تقليديه او طبعا ديجيتال ورك طب فلو. ما ده يحمس الناس اكتر، ان انا دلوقتي اتخرج افتح عياده لان في 500 الف خدمه، فهعرف اخد نيتش منه او نيش منه. هتجد في اي خدمه بقى الكواليتي اللي هتديها ايه، درجه الكواليتي هنا. تعرف تنافس ازاي في الكم العيادات ده برضه؟ طبعا طبعا، والكواليتي بتاعتك، الكواليتي يبقى هنا بتاعتك. برضو استعجال، خلينا نربطها شويه بالحته بالبيزنس. استعجال الناس اللي لسه بيكونوا جونيورز على ان هو يفتح بيزنس خاص بيه، زي ما عياده مثلا في مجال طب الاسنان. مم. مش بالضروره صح، انت محتاج تتعلم الاول طبعا ومحتاج تمارس اكتر الاول محتاج وحد تتعلم، يوجهك. طبعا محتاج تتدرب كويس جدا، محتاج. ده احنا لسه بنتكلم صحه وتعليم وضمير. ضمير. اه طبعا. فالتعليم ده بياخد وقت كبير، وطبعا هو التعليم في الاخر، يعني انا ليا فلسفه كده يعني، التعليم ده جورني، رحله، مش ديستنيشن او ستوبس. ما ينفعش تقول أنا اتعلمت. انت طول الطريق بتتعلم. اللي بيشتغل في مقدمة الخدمة الطبية التعليم بالنسبة لهم حاجة منتظمة مستمره. ومستمرة. لو انت حسيت في وقت ان انت وصلت للديستنيشن، الوقت ده هو الوقت اللي انت تقعد فيه في البيت بقى، هتتقاعد كده وتقعد في البيت. لان برضو مع اختلاف الحياة ورتم الحياة بقى والتكنولوجيا والتطور، في كل يوم حاجات جديده. حاجات مذهلة اصلا. يعني انا مثلا كل ما اروح مكان اجي منه مغير بروتوكول العلاج. يعني اخر مرة كنا في المؤتمر بتاع سويسرا، انا جيت منه غيرت بروتوكول علاج تقديم خدمه زراعه الاسنان عندنا كليا. كليا الادويه اللي بتتاخد للمريض، المتابعه، التحضيرات اتغيرت، لان يعني كل شويه في جديد. ده امبارح مثلا على سبيل المثال الهرم الغذائي غيروه، حضرتك عرفت؟ ما انا بقول لحضرتك كل ماده الحياه بتتغير. اللي بيعمل في المجال الطبي، التعليم بالنسبه له هو رحله ما فيهاش اي ستوبس. وفي حتى المصطلحات ديت بعد فتره يعني خلاص بقت مصطلحات قديمه، بقت مصطلحات خاطئه اصلا. فاهمني؟ فبالتالي انت كطبيب دلوقتي لسه حديث تخرج، محتاج تتدرب، محتاج تدرس. وبعدين ما عادش في بقى برضه وان مان شو. ما ينفعش تقول انا مش هواكب التعليم في كل الفروع اصلا، مش هجيب وقت ومجهود منين. فاهمني؟ فكفايه فرع ان انت بقى تبدا تحضر فيه دراسات عليا، وتبدا تتابع تتخصص تطوراته. فيه، وتبقى يعني حرفي اكتر فيه، يعني تاخد بقى تقنيات وكواليتي عاليه في الشغل ده عشان تقدر تقدم خدمه بمستوى مقبول يعني. حلو جدا. العياده بقى اللي حضرتك فتحتها 2003، حضرتك خلصت ماجستير 2010، هل العياده كانت اه مكمله معاك السبع كانت سنين دول؟ مكمله وكانت جميله وذكريات لطيفه جدا جدا. وببقى مبسوط بقى لما الاقي مريض جاي لي في ايام العياده يقول لي، اولا انت ممكن تلاقي المريض ده يعني مثلا دكتور كبير مثلا، او المريضه دي كانت طفله تفكرنا بيها. هي كانت طفله، دلوقتي طبعا ده عندها امنيه جاب اولادها. ما شاء الله. لان طبعا لما يكلم حضرتك في حاجات يعني عمر 25 سنه من 2002 يعني لغايه دلوقتي تقريبا 24 سنه يعني. ف... فانت طبعا بتبقى يعني، كانت طبعا بدايه كده في حياتي يعني، وكانت فتره مفيده جدا ليا يعني. وبعدين زي ما قلت لحضرتك كان عندي اسره وعندي اولاد، وكنت طبعا بقضي وقت كبير في العياده وبشتغل فيها، وكانت بدايات يعني عزيزه جدا طبعا. امتى دكتور محمد قال ستوب، كفايه كده هنا، نشوف هتلاقيشنا بقى في حته تانية؟ بص، هو فيل تو بلان اذا بلان تو فيل. دي برضو يعني فلسفه دايما عندي كده. يعني زي ما بنقول الاديوكيشن ده جورني، ان انت ما تقدرش تحط بلان في حياتك، فانت بتعمل بلان للفشل. دايما انا عندي وجهه نظر ان برضو بقى بيزنس، هرجع لك بقى حته بيزنس، ان في اسواق في العالم، الاسواق دي مشجعه، من ضمنها السوق المصري. بدليل ان الناس بتيجي تستثمر في مصر، خاصه في الخدمات اللي هي زي الخدمات الطبيه يعني. فكان عندي الطموح ان انا يبقى عندي دينتال سنتر
كان عندي الطموح ده ويكون مجهز بشكل كويس. فلما خلصت شهادة الماجستير قررت بقى ان انا ممكن اسافر بره كده، ايه، اعمل تور في الحياة. يعني هي يعني مهما كانت هي برضو بسيطة وقصيرة، فاجرب يعني اجرب حاجة تانية. وكنت يعني بفكر في الموضوع ده، بس ما كانش هو بالنسبة لي ملح، لان انا كنت مبسوط جدا في مصر. اولا زي ما قلت لحضرتك كان عندي اسره واولادي وعندي بيتي، وكنت شاري حتى عربيه جميله كده على الزيرو من شغلي وتعبي، يعني كنت كويس مبسوط يعني. ما شاء الله. بس كان عندي بقى ايه الباشون برضو، انك تشوف بقى ايه ثقافات أخرى. ثقافات تانية، تكتسب خبرات اكتر، يعني حاجات زي كده يعني. وبعدين قعدت برضو، بس كان زي ما قلت لك فيل تو بلان اذا بلان تو فيل. هي كانت الرحله اصلا المفروض انها تبقى قصيره، هي كانت قصيره بس كانت المفروض تبقى اقصر. اللي مادي فيها شويه العلاقات الطيبه اللي كانت بتجمعك بالناس اللي بتشتغل معاهم. ان انت عايز تمشي، لا طب حضرتك تقعد معانا سافرت شويه. بره تقريبا سنتين 9 شهور. 9 سنين. سنتين تسع، لا سنتين و9 شهور، وبعدين رست 3 شهور، وبعدين 3 سنين و4 شهور. بس طبعا دي للعمل، بس انا كنت بسافر كتير للدراسة. يعني انا كمان كنت بسافر للدراسة كتير يعني، والى حلو وقتنا هذا بدرس، بسافر الدراسة الى وقتنا هذا، لسه عندي دراسة بسافرها. موضوع الدراسة ده أنا هفتحه معاك دلوقتي. إيه اللي اختلف في ال6 سنين دول؟ هم 6 سنين تقريبا، بس أنا بتهيألي حضرتك يعني حضرتك سافرت 2010. سافرت 2021 12 2012. يعني حضرتك فضلت في مصر لغاية تقريبا 10 سنين من بعد التخرج حضرتك شغال في مصر. انا قلت لك كان الموضوع مش ملح، يعني مثلا كان ممكن يتعرض عليا سفر كتير، بتفكر رايح جاي. وخلاص بروح المقابله. ما عمري ما كنت بقفل باب الرزق، كنت احب يعني، انا مقتنع بالسعي جدا، ان رزقك بيجي لك سواء انت ضعيف ففي رزق، وفي بقى رزق بيجي لك على سعيك. ودايما المكسب في الرحله والسعي. على فكرة اللي حضرتك عملته ده مش سهل إن أي حد يعمله. فكرة إن أنا عامل بيزنس وبقالي 10 سنين، حتى لو البيزنس ده شغلتي، وحتى لو لسه التطور فيه ما كانش بالحجم دلوقتي، وبقالي 10 سنين وبني اسم، فجأة أقول باي باي بعد 10 سنين، سلام عليكم أنا ماشي. انا سبت عيادتي لطبيب زميل يعني، ويوم ما كنت مسافر يوم جمعة، يوم الخميس لغاية الخميس الساعة 12 بالليل كنت بركب أجهزة جديدة في العيادة بتاعتي، وجايب كورس أسنان جديد وعمال أركب. فاهمني حضرتك؟ فأنا كان دايما كان الهدف عندي إن هي ستيب قصيرة، وهي كانت قصيرة ما كانتش طويلة، ولكن كمان إيه اللي طولها؟ إن العشم شوية، الناس اللي كنت بشتغل معاهم، العلاقات الطيبة ما بينك وما بينهم، حلو. اللي كان الناس تضغط عليك شوية، تقعد معانا شوية يعني. بس هي ما كانتش رحلة طويلة يعني. حلو. إيه اللي فرق هناك عن هنا؟ خد بالك الحتة اللي فاتت دي هي ممكن تكون مش طويلة بالنسبة لك، بس هي قرار صعب جدا جدا عند أي صاحب بيزنس، بغض النظر عن حضرتك دلوقتي في المعدة. احنا بندي مثال. طبعا. أنا صاحب بيزنس أن أنا هقول باي باي 10 سنين سلام عليكم، حتى لو أنا حاطط في دماغي إن أنا هروح سنة أو سنتين، ستيل في كونسبت هنا في مصر، المال اللي صاحبه غايب، فخلاص ما عادش له لازمه. للاسف والله، كوميونتي بقى وكالتشر وثقافه ناس يعني بصراحه سيئه جدا بصراحه. فاحنا هنتكلم في الحته دي بقى، انه لا ده انا سبت البيزنس بتاعي وسافرت ورحت. ايه اللي اختلف بقى هناك عن هنا؟ بص، هو انا يعني انا سافرت اشتغلت في دول خليجيه، تمام. فيها طبعا مميزات شويه وفيها عيوب برضه، تمام. يعني انا مش بميز تجربه العمل في الخليج دي، ما انا ما بحطهاش كشيء مميز للطبيب دايما، لان زي ما قلت لك في continuous education. يمكن الكونتينوس education ده انا كنت بعوضه شويه بان انا درست فتره في اسبانيا اثناء الفتره دي، وفي انجلترا طبعا، والى وقتنا هذا بدرس في انجلترا يعني. الدراسه دي كانت موجوده يا دكتور قبل 2012؟ لا، دي كانت محتاجه برضو تمويل. هو ده فادك برضو الموضوع يعني دي بعض الامتيازات يعني، ولكن في الاخر انت بتقدم خدمه طبيه في نظام مريح شويه، السيستم نفسه كويس يعني. فانا دايما حتى بنصح للي عايز يسافر بره انها تبقى شورت بلان يعني، او ان هو عايز يحقق حاجه فدي هتفاستن
هتسرع الخطوات شويه. يمكن انا كنت شايف ان كان في صعوبه ان انا هي جزء من الخطة بس مش الخطة. مش الخطه بس، هو هي فادتني في ايه؟ فادتني في ان انا كان عندي تطلعات حققتها. سرعت ان انا افتح، كنت عايز يبقى عندي مركز، فطبعا المركز ده كان عايز كوست كبير، فهي ساعدتني. لكن طبعا هي مش عملت لي المركز، هي عملت لي جزء من المركز بس. كانت بدايات مثلا كان عندي تطلعات ان انا ادرس بره، فبرضه دي ساعدتني. تمام. انا حتى الى وقتنا هذا ساعات مثلا ببقى محتاج اعمل تاشيرات، فلاني انا مرتبط بالناس هناك، فساعات بروح كل فتره كده، فبستفيد حتى من وجودي هناك ان انا بخلص حاجات زي كده، اعمل تاشيرات وحاجات زي كده. الموضوع هي هناك اسرع لان في سيستم وفي نظام. بالظبط. فده دي بس الافاده الحقيقيه. ملوش مستقبل. هو مش مستقبل، بس هو في راحه في العمل لفتره مؤقته. انت بالظبط. بتاخدها كسلمه او كخطوه انا بكبر فيها او بوصل فيها لحته معينه، لكن مش هو السوق اللي انا هكمل فيه خالص خالص خالص. يبقى انا امتى لازم انا اعرف اعمل فيه كده، بيسموها ايه، اسكيب بلان. امتى اعرف اعمل الاسكيب بلان بتاعتي؟ على حسب انت. يعني انا مثلا كان لازم اخد ماستر ديجري الاول درجه الماجستير. طب انا لسه فريش ولسه عندي طاقه وعايز اشتغل، عايز اقدر اذاكر واقدر اتعب. ما هو ده تعب وشقه. فانت بتحاول تعمل الكلام ده في بلدك وانت صغير. ممكن اثناء بقى الفتره دي ما بين الماجستير والدكتوراه ممكن تسافر بقى كام سنه كده، تحاول يعني ايه، تعمل سيتنج افضل لحياتك يعني، واسرع، تفصل الخطوات شويه. حلو جدا بصراحه يعني. بس في نفس الوقت لازم ابقى عارف امتى اعمل اسكيب بلان. يبقى انا خلاص انا عارف انا هخرج في، انا دخلت في الوقت الفلاني وهخرج في الوقت الفلاني. بالظبط. انا ممكن اقول لحضرتك اللي اخرني شويه ان انا كنت في عشم لما اجي امشي، طب معلش شكوا فيك. طب اديني سنه، يعني صاحب المكان طب سنه واحده معلش. طب وانت في نفس الوقت الناس بتقدرك وتعاملك كويس جدا جدا وبتريحك، فبتكون بتتجاوب يعني. حلو قوي. بالظبط كده يعني. حلو قوي. بعد ما حضرتك نزلت، كنت الدكتوراه خدتها ولا كان لسه؟ يعني دي اول فتره في حياتي. انا طبعا يعني الواحد بيحمد ربنا يعني ان هو من ساعه ما خلص تعليم وهو كل شغال. يعني ده نعمه كبيره من عند ربنا ان انت في شغل يعني. فده يبقى ما تركنش النصيحه وما تركنش. ان انت طول الوقت بتشتغل. فانا لما نزلت بقى، نزلت في 2019 قعدت بقى اعمل سيت اب كده للعياده. حلو جدا. دي الفتره الوحيده اللي يمكن الواحد كده شم نفسه شويه في الحياه يعني. ليه؟ بعد كده بدات الدكتوراه بقى. انا خلصت الحمد لله. هنخش الحته الدكتوراه دي، بس نقف عند حته 2019 عملنا العياده. ليه مركز مش عياده؟ يعني واحد هيقول ايه، انا تعبت بقالي 17 سنه شغال يا دوبك اعمل عياده باوضه واحده على قدي وخلاص واجيب فيها. ليه بقى مركز وما شاء الله 4 عيادات اتمنى انه يبقى اكبر من كده، بس نجيب يكون ربنا يرضينا ويكرمنا بالصحه يعني ان شاء الله. هو ده كان حاجه محيره جدا. ابقى بقى اقعد كده في عيادتي، عياده شيك لطيفه لوحدي، معايا موظف ريسبشن وحيد، نيرس، دكتور عشان يبقى في وجع الدماغ بتاع دلوقتي. مفيش وجع قلب تماما تماما. تقدم خدمات بكواليتي كويسه وباسعار عاليه، ولا تعمل اسوسيشن. طبعا انا كنت ميال للجزء ده. للامانه انا برضو اشتغلت فتره في حياتي في منظمه، في اورجانيزيشن، انترناشونال اورجانيزيشن، شركه كبيره في العالم اسمها اليكسيون. شركه المانيه لانتاج اجهزه الليزر. فالشغل دايما في المنظمات والمؤسسات اعرف ان هو مرهق، بس بيديك برضو سكيلز تانية وتطلعات تانية يعني. فانا كنت حابب ان احنا نعمل براندنج ونعمل نيم كبير، ويبقى فيه دينتال سنتر وستاف وبيقوم بقى على العلم، وبيقوم يكون ليه مقومات نجاح يعني، وما بقاش وان مان شو، ويبقى فيه تعدد في التخصصات. يعني انا كنت شايف ان ده هيبقى افضل للي جاي ياخد الخدمه، وافضل للمكان يعني. فروحنا بقى في الحته ديت يعني، ان احنا نعمل دينتال سنتر ويكون عندنا اكتر من تخصص يعني. حلو جدا. هنا جزء من عقلية ان انا اعمل مكان حجم كبير فيه تخصصات كتير، هو ان انا اثناء الطريق، اثناء رحلتي، انا كنت شغال في مكان اوريدي في
في تخصصات كتير، فده عجبني. طبعا وده حسيت ان هو حاجه مؤسسيه اكبر وحاجه افضل، طبعا. عشان كده انا عملت كده. بالظبط. وكمان برضو الطب اختلف. يعني انا قعدت يعني انا افتكر كويس ان انا شغال في مصر قعدت فتره طويله اشتغل مع دكتور تقويم في المعادي واروح له. وانت عارف بقى زمان برضو الطرق والسفر كان مرهق، والعربيات طبعا ما كانتش بالرفاهيه دلوقتي. وبدات اشتغل تقويم واتعلم منه. وكان عندي كيسز وحالات، وكانت الحالات دي كلها ناجحه جدا والناس مبسوطه باسنانها يعني. وبعدين سافرت امريكا، سافرت الامريكان اكاديمي، امريكان اورثودونتيك اكاديمي دي في شبويجن. درست معاهم فتره جيده يعني، حبيت اطور من نفسي يعني. وانا راجع بقى من هناك قررت ان انا ما احطش ايدي تاني في التقويم، ما عادش اشتغل تاني في التقويم، لان الموضوع الدنيا بتتطور جدا وانت لازم تتعلم كل حاجه، وتتعلم حتى من تحت، تجيب من البيز جدا يعني حسيت ان المجال ده سبيسيفيك جدا ومش ده اللي انت عاوزه. ومش ده الصح. مش مسألة يعني بيجي لي حالات مثلا ممكن تبقى حالة سيمبل وبسيطة، بس لا، انت لازم الاول تدرس حاجات كتير. يعني دايما حتى كمان نصيحتي دايما للدكاترة ان انت مثلا ما ينفعش تبقى دكتور او بتقدم اجراء وانت ما تعرفش العلوم الابتدائية فيه بشكل كافي. فاهمني حضرتك؟ فده بقى التخصص. واللي حتى كمان زي ما قلنا ان الدنيا اتغيرت والتعليم اتغير ومستوى التعليم بيزيد بشكل كبير. فلازم دايما الدكتور يحط في باله الجزئيه دي، واتمنى ان الناس تعمل كده يعني ما ينفعش مثلا دكتور، مثلا احنا عندنا تخصص معروف جدا اسمه حشو العصب. كل الناس عيانين ليه؟ دي اكتر حاجه المريض مثلا بيروح لطبيب الاسنان علشان يعالج الضرس الملتهب اللي هو فيه التهاب كبير ما خلاهوش ينام. دايما احنا كمصريين بنروح في التوقيت ده، ما بنروحش بقى روتين او ريجولار شيك اب او الكلام ده، بنروح للمشكله دي. ما ينفعش مثلا تبقى دكتور حشو عصب وانت مش دارس علوم الماده، الدنتال ماتيريالز، عشان تبقى فاهم الادوات اللي بتشتغل بيها ديت طبيعتها ايه، ممكن تنكسر امتى، ممكن فاهمني الخصائص الفيزيائيه للماده ديت ايه. فدايما العلوم الابتدائيه دي علوم مهمه جدا جدا، وما ينفعش ان احنا بتسموها فاندمنتالز صح؟ ما ينفعش ان احنا نتجاهلها او ما نهتمش بيها. وده طبعا ما بيتمش غير عن طريق الجامعه والاديوكيشن والتعليم. ده شيء مقدس اصلا ولازم يكون اوثورايزد. يعني الافيليشن او اليونيفرسيتيز ديت يعني تعليمه هناك في المنطقه دي في المكان ده، عشان لما بتيجي تتعلم حاجه تتعلمها صح، وتتعلم كل العلوم الابتدائيه اللي حواليها، بتنضرب في الخلاط يعني. فاهمني؟ مفيش حاجه اسمها مثلا انا رحت مثلا عند دكتور، وقفت مع دكتور جراح شويه سنه 2 وبقيت بخش اعمل جراحات. طب ما انت لازم تبقى عارف علم التشريح كويس، علوم الهيستولوجي، علوم الخلايا دي مهمه جدا في زراعه الاسنان عندنا مثلا يعني حاجات تفاصيل دقيقه جدا لازم تبقى ملم بيها. فاهمني؟ فالفكره مش ان انت بتأدي. يمكن الدكاتره المصريين بارعين جدا والامانه، يعني هم الدكاتره المصريين شاطرين مسيطرين في انجلترا وامريكا. يعني انجلترا امريكا بالذات المصريين مسيطرين حقيقي، يعني عندهم سكيلز عاليه جدا في مجال طب الاسنان وفي الطب عامه. ليه بقى؟ كميه البيشنت اللي بيترددوا عليهم هم في بدايه حياتهم، حتى مش بس دكاتره السنان، الدكاتره البشريين والجراحين، وبتلاقي ايده شغاله طول الوقت في المستشفيات، عمال يشتغل. ده مش بتوفر في جنسيات تانية وفي اماكن تانية. ولكن بيبقى عنده مشكله وخلل بس في السيستم، وان هو يبقى ماشي كده بطريقه اورجنايزد. يمكن هو بقى بيتعلم هناك الكلام ده، لكن بيبقى عنده سكيلز عاليه جدا. بتلاقي دكتور لسه صغير وتلاقيه من كتر الشغل في مصر عمل اجراءات طبيه كتيره جدا وعنده سكيلز عاليه يعني. ولكن في زي ما قلنا في حاجات كده لازم الحاجات دي كده الطبيب يتعلمها. الجزء الاولي دايما او الابتدائي او العلوم الابتدائيه يعني دي مهمه جدا جدا جدا، لان دي بتوفر كتير في الاخطاء. ويمكن في منظمات ومؤسسات كتير بقت بتحتفل ان هي ما عندهمش خطأ طبي،
ليه ما عندهمش خطه طبيه؟ نسبة الخطأ يقول لك 99.8 من 10 ولا 9 من 10. ليه لان هم بداوا ازاي يقسموا الدكاتره كويس ويفلتروهم كويس ويدوا جوبس لكل دكتور على حسب الكواليفيكيشنز بتاعته، فاهمني؟ فهو الفرق سيستم. الفرق سيستم بس لازم عشان تتعلم تقول انا رحت الجامعه. الجامعه دي بتعلمك، لازم تكون في افيليشن في مؤسسه، هي انت المؤسسه دي انت بتنتمي ليها وبتنتسب ليها، والمؤسسه دي ليها مجلس اسم او مسؤولين يجتمعوا ويقروا باهليه الطبيب ده في الحصول على الشهاده دي. بس ساعات انت بتلاقي برضو مفاهيم خاطئه، يعني تلاقي حد يقول لك ايه، يطلع مثلا على السوشيال ميديا ويقول للناس تعالوا هديكم مثلا كورسز او اعلمكم انك تكون كواليفايد بيتر ذان سيرتيفايد. طب ازاي هتبقى كواليفايد اصلا من غير ما تبقى سيرتيفايد؟ كنت لسه هروح مع حضرتك للحته دي. ازاي؟ انا بلاحظ كتير جدا ان انتشار الكورسات في مجال طب الاسنان بطريقه رهيبه. حضرتك مع ام ضد ام مع، بس ليه تصليحات معينه؟ ضد مليون في المية. مليون في المية قولا واحدا، ولكن قد يكون هناك ايه، عارف هو وسيله ولكن هو مش الاساس. بص، قد يكون هناك في بعض الشذوذ ماشي، لكن في المطلق انا بعتبر ان ده يعني انا بجرمه بصراحه. الامانه قولا واحدا بجربه. العلم شيء مقدس ولازم اللي يعلم الناس يكون مفوض بالتعليم، وحلو ان احنا يبقى عندنا نوليدج. يمكن انا من فتره تم اقتراح ان احنا نعمل اكستنشن للمركز كحاجه educational ونعمل حاجه زي كده تيم يعني. فانا كان رفضي او كان شرطي انك ما تكتبش education. عايز تكتب education روح هات تفويض من جامعه او من وزاره ان انت اصلا اهل للتعليم. فكلمه التعليم مش ينفع تتاخد بالشكل ده. ويمكن على فكره النظره دي بقى في مجال الطب اتغيرت جدا، لان بقى دلوقتي في وسائل واساليب للاطباء علشان الاطباء دي تتعلم وتقرا. يعني ما ينفعش انا مثلا ابقى قاعد على السوشيال ميديا بقول مثلا معلومات طبيه فانت كطبيب تاخد بيها او كمريض تاخد بيها مثلا يعني. لا، في مجلات، مصادر موثقه ومرموقه، هي ديت اللي تقدر انت تاخد منها الدليل الطبي بتاعك. عشان بس للتوضيح للمشاهدين، حضرتك اصلا مش شغال في جامعه؟ لا مش خالص. بس برغم كده حضرتك بتقول لازم ناخد العلم من اهله. طبعا مش اي حد. على فكره احنا بنواجه الموضوع ده عندنا في شغلنا يعني. في كم مدارس ماركتنج مثلا في في الشغل بتاعنا او في الناس بتتكلم في البيزنس، كل واحد بيتكلم في اتجاه وكل واحد شايف ان هو عنده العلم اللدني يعني. انا بقى عندي العلم اللي مش عند حد. وتلاقي ان ده يقول لك المدرسه دي غلط والمدرسه دي غلط والمدرسه دي غلط. لان فعلا يعني لازم تاخد الحاجه من اهلها. في مجال الطب انا مثلا طبيب، مش في لعبه اصلا في مجال الطب. بتدرب مثلا مع دكتور واشوفه بيعمل دينتال امبلانت، اشوفه زراعه اسنان، بيعمل جراحات، وات ايفر بيعمل ايه. انا ما ينفعش اقول ان انا اتعلمت. عشان تتعلم لازم ترجع تخش الجامعه تدرس حاجات كتيره جدا عشان تاخد ماجستير. وبعدين الماجستير ده خلاط، ده ميكس مثلا. يعني عشان الماجستير والدكتوراه اكتر من استاذ في اكتر من فرع بيعلمك. ما هو في مثلا التشريح الاناتومي، ما انت لازم تبقى بارع فيه اصلا عشان حتى ما تعملش اخطاء. ويمكن الطبيب المصري، يمكن انا قلت لك الجمله دي، هو بارع عنده سكيلز بس عنده اخطاء. يعني ممكن تلاقي طبيب من جنسيه تانية وما عندوش السكيلز دي خالص، بس ماشي في السيف اري. ده الدكتور المصري ده بالنسبه له ده الماستر. هو بيبص لك كده. او يمكن دي حاجات كمان يجي ساعات يجي لنا مرضى يقول لي دكتور انا بتعالج مش عارف في ميلان او وات ايفر في اي بلد يعني. فاقول له لا، هم مش عباقرة خالص ولا السكيلز عندهم كبيره. ده الماسترز مصريين قولا واحدا، سكيلز عاليه. بس هي الفكره ان الاخطاء، هو المصري ممكن يكون بسبب مثلا ان هو شاطر وعارف انه شاطر فمغامر شويه، فبيدوب بيسبب له ان هو يخطأ كتير. وعنده مشكله في التعليم، عنده مشكله في البيزكس عنده مشكله في البيزكس. عم بتفكرني بالكوره لما كيروش قال لك دول ما بيعرفوش البيزكس. هو كيروش ده، لان حتى الكوره دلوقتي والرياضه عامه يعني مجال عظيم جدا يعني. كل الاحترام للرياضيين طبعا يعني والناس اللي الابطال الرياضيين يعني. ده علم كبير جدا
حتى كوره دلوقتي. لا احنا شغالين إيه؟ فهلوه. بالظبط، هي مشكله مصر في على فكره الفهلوة. كنا في اول حلقه لينا كنا بنقول دايما ان المعادله الصحيحه مش الشطاره بس ولا العلم بس، المعادله الصحيحه هي ميكس ما بين الاثنين. انا خبره مع علم هيبقى هطلع طبيب ممتاز. انا بقى عندي كلمه خبره دي بقى ليا تحفظ عليها بقى. لازم الخبره على العلم. لا انا شايف ان الخبره دي فاكتور مهم جدا، بس الفاكتور ده بيتاكل. تفهمله؟ بيتاكل. يعني انا قلت لك الدكتور كويس علم وصحه وضمير، ما قلتلكش خبره. هو الخبره مهمه، ولكن دلوقتي الزمن اختلف تماما. الخبره مش مقياس عدد السنين، مقياس نوعيه الحالات وحجمها، وكمان درجه التعليم. يعني احنا زمان يا باشمهندس مثلا كنا نيجي نعمل زرع في العظم، ماشي، فانا عايز اقيس طول العظمه دي بالاشعه، اجيب اعرف حضرتك رمان البلي، واحط رمان البلي كده في المكان اللي انا هصور فيه، واصور بالاشعه، وطبعا اخد الفيلم واقعد احمضه كده في احماض وحاجات زي كده عشان يطلع، واجي اقيس مثلا اشوف السمك الدايمتر، القطر بتاع الرمان البلي ده كام، وفي الاشعه كام، عشان عارف انت المعادله المقصيه دي، فاهمني؟ عشان احسب عشان انسب بالظبط، اللي هو طرفين في وسطين والكلام طبعا دلوقتي انت بتفتح بتجيب ابلكيشن جهاز تك شكرا بس شكرا، بيقول لك بقى ده طوله قد ايه وعرضه قد ايه وكثافه العظم هنا قد ايه. لا والذكاء الاصطناعي يرسم لك كمان الامبلانت اللي هيتحصل. الدنيا ايه دلوقتي بقى حاجه اسمها، انت عارف انت الواقع المعزز والواقع الافتراضي، ده ايه التطور ده؟ حاجه عذاب والله بجد. يعني الدنيا الناس بتتطور، فانت هتيجي تقول لي الخبره، الخبره مهمه، بس لما انت بقى عندك دكتور وراجل كده هايلي educated، متعلم كويس، دارس كويس، مجتهد جدا، طبعا بيقدم خدمات عظيمه، طبعا بمساعده الكمبيوتر ايديد، يعني ده العظمه كلها. يمكن احنا من كام سنه لما لقينا جوجل ماب دي حاجه عظيمه كنا فخورين جدا. يعني زمان عشان تروح مش مكان تقعد تكتب في ورقه، وهروح ازاي، تفضل تسال كوبري وهنزل، وحد بتاع عصير وحد بتاع فاكهه، فاهمني؟ ولفه كبيره. دلوقتي انت خلاص ما انتش بتحفظ الطرق، انت بس بتعمل شير لوكيشن. فطبعا جوجل ماب ده بقى حاجه قديمه خالص. دلوقتي الاي اي اكتسح الطب، يعني اكتساح مش طبيعي. فبدأ دلوقتي الدكتور المتعلم كويس، اللي بيدرس كويس، المجتهد، طبعا بيقدم خدمة عظيمة جدا جدا، يعني جدا. الكلام ده عظيم جدا. هنروح للمنطقه بتاعت الاي اي دي، عاوزين نقفل بس منطقه التعليم. حضرتك بعد كده خدت دكتوراه من 2000 بالظبط، جامعة القاهرة برضو من 2020 2024 من 2020 لحد 2024. اذا العلم مستمر. بص زي ما قولا واحدا. شوف نقفل بيه الفقره دي. شوف اول ما انت انا دلوقتي بعمل 6 حاجات مثلا، بعملهم بكواليتي 80%. لو ما قعدتش اكمل تعليم بعد سنه، ال6 حاجات دولت اصلا ما عادوش بيتعملوا. ما عادوش بيتعملوا، حتى الكواليتي بتاعت الخدمه هتبقى اقل. فالإديوكيشن، الطب education، والإديوكيشن ده جورني، رحله، مش ستوبس. يعني انا بعد سنه لو انا قعدت بقى منفصل عن الجامعه سنه او عن الدراسه سنه، هلاقي في حاجات كتير فاتتني، حاجات كتير مش قادر اقدمها بالكواليتي المطلوبه عشان تفضل تنافس. انت كطبيب ينفع عشان تفضل في المنافسه كمقدم للخدمه الطبيه لازم تكون طول الوقت ابديتد، صح؟ ينفع نطلع من التراك؟ هتطلع من التراك. وليك على كده اكزامبلز حتى في حياتنا كتيره. يعني انا بلاحظ دايما لما بكلمك انا رايح المؤتمر الفلاني، انا في امريكا بقدم في المجله الفلانيه، انا في لندن في المؤتمر الفلاني، انا في اسبانيا، ما شاء الله. يعني ده اغلب الحاجات دي بحوث وحاجات حضرتك بتتعلمها وهكذا، صح كده؟ بحاول بقى على قد ما اقدر. يعني على قد ما اقدر. حاليا بدرس في انجلترا. يعني كان لسه في حضرتك كنت في امريكا بخصوص بحث معين. في امريكا كنت في المؤتمر بتاع الجمعيه، كان عندي حاجه اسمها بوستر كومبيتيشن، مسابقه كده عن البحث العلمي. كنا عاملين بحث علمي عن الاحساس بالالم مع زراعه الاسنان، يعني كنا رايحين نقدمه يعني. بتهيألي حضرتك كنت من التوب 4 بتهيألي. الحمد لله، يعني ان شاء الله من التوب 4 الحمد لله. كنا نتخلى نبقى افضل. يمكن كان الترتيب برضو ما كانش كويس، ترتيب السفر. انا سافرت برضو بضغط الشغل، كان المؤتمر 4/9، انا سافرت 4/9.
انا سافرت امريكا كتير يعني. بس كانت كان في ارهاق طبعا، ساعه بيولوجيه، ما كنتش مرتب الامور كويس يعني، على الرغم انه كان حدث مهم جدا يعني. بس يعني الحمد لله يعني، بس دايما انا بحاول اسعى على بس قد ما ستيل اقدر هو اتعلم. تمثيل اسم مصر وتمثيل اسم حضرتك والمركز طبعا والمركز طبعا. طبعا طبعا طبعا، ببقى سعداء فهو بكده. فهو العلم مرحلة مستمرة اه وما نوقفوش، وهو ده اللي هيفرق في البيزنس بتاعك. انت طبعا، لازم دايما كمقدم للخدمه الطبيه اه. كطبيب وعلى فكره في او مجالات البيزنس عموما، وحتى والخدمات مم. الطبيه وغير الخدمات الطبيه، انت لو دايما مش مواكب التطور ودايما مش مم. بتتعلم كل جديد، انت كده شكرا، في غيرك هيسبقك. شوف انا دايما بضرب مثل بحبه، مثل ده نوكيا. اه، نوكيا شركه دي نوكيا انا اللي بقى حصل من معاك. ايام نوكيا. ماشي، سمارت فون كان خزعبلي، كانت الناس كلها يعني عندها نوكيا، دي هي الحياة أصلا يعني. صح، كان هو الموبايل المسيطر على العالم كله. مم. الناس ما عملوش ابديت، ما عملوش ابجريد ليهم، خرجوا من الماركت. فاهمني؟ فانت كدكتور لازم تكون اولا طول الوقت تتعلم. مفيش حاجه اسمها to be qualified better than to be certified. ده كلام للاسف الناس بتروجه، الله اعلم ضمايرهم ايه يعني. انت لازم تكون certified عشان تبقى qualified. You مفيش must حاجه، be certified before you be qualified. مفيش حاجة اسمها أصل أنا خدت كورسز، أصل أنا عملت، مفيش الكلام ده خالص. ده شيء كويس كنوليدج، مم. هو شيء كويس إن إحنا ناخد تريننج وناخد كورسز نتعلم كمعرفة. مم. لكن الساينس شيء، العلم شيء مقدس. وحتى إحنا مسلمين طبعا وغير المسلمين يعني، يعني أول آية في القرآن كانت اقرأ. صحيح. ده دليل على عظمة وهيبة وقدسية العلم. العلم. وده حتى كمان لو انت بقى تحلل العالم اللي احنا عايشين فيه، هتلاقي فيه وحوش وفي كتاكيت وعصافير. ايه الفرق بين الوحوش والعصافير؟ العلم. العلم. دي حقيقه. فاحنا بقى يعني عندنا امر مباشر اصلا بالتعليم، فلازم نحترمه اكتر من كده طبعا، ونقدره يعني، اكيد يعني. فتحنا العياده هنا بقى في مصر، مش عياده بقى، المركز. فتحنا هنا المركز هنا في مصر، وفتحناه في فتره صعبه، في فتره كورونا. كورونا. يمكن انا كنت مع حضرتك من البدايات، من قبل الفتح حتى. كان في احباط طبعا في الاول، صح كده؟ انا اصلا في الاول عملنا، لو تفتكر عملنا سوفت اوبننج كده، وكنت مبسوط بقى بالناس والحاله. والحالة والعيانين اللي بيجوا لي يعني. بس طبعا المكان ده أحب القلب، يا أحب الأماكن يعني قلبي. مبسوط طبعا بالتجربة، سعيد جدا. بقول كان نفسي في احباط أكبر. في الاول بسبب كورونا. والله بص، هي ما وصلتش لدرجة الإحباط يعني بصراحة يعني يمكن بقول لك، أنا قلت لك في الحلقة كده واحنا بنتكلم، أنا أصلا سعيد وبحس إن يعني فضل كبير من ربنا إن أنا من ساعة ما بدأت حياتي العملية دايما ربنا كرمني، وعندي وظيفة وعندي شغل، بصحى كل يوم أروح الشغل يعني. فده شيء نعمة كبيرة من عند ربنا. بس كنت راضي يعني، مبسوط بالوضع يعني، ومتأقلم معاه. كنا بس والحمد لله الأمور بقت ماشية أفضل. وبحب المكان، وبيبقى عندي دايما حماس ليه. بس ساعات بيبقى فيه بقى برضه العقبات اللي انت ساعات بتقابلها هو ده اللي احنا عاوزين نساله بقى، ايه اللي اختلف ما بين صاحب عياده وان مان شو في الاول، وبعد كده ما بين دكتور في مركز مش بتاعه، ما بين دكاتره تانيين، وما بين دلوقتي صاحب مركز اسنان وتحت منه دكاتره كتير، وطاقم تمريض وريسبشن ومرضى ومصر. وجع قلب والله، والله وجع قلب. تليفونات، رسائل، ما تبقاش عارف اصلا تصحى من النوم، تصحى من النوم على الموبايلات وعلى الرسائل، بتنام بالليل على الموبايلات وعلى الرسائل. عذاب. الجزء الاداري مشكلة. مم. مشكلة. تنصح ان الطبيب لو عنده بيزنس زي ده او مركز زي ده، ان هو يسيب الجزء الاداري ده يا ريت، لشخص يا ريت. وهو يتفرغ للمجال الطبي والتعليمي وبس. بحاول والله، يا ريت يا ريت يا ريت، بس هو صعب. بس طبعا انت لازم تكافح. ودي كانت حلقة جديدة من مايند كاست، اتكلمنا فيها عن العقلية في مجال طب الأسنان. أتمنى أن نكون حضراتكم استفدتوا منها، وانتظرونا في حلقات جاية كتير. شكرا جدا لكم.